في أحياء هادئة بمدينة المحرق في مملكة البحرين، خرج إمام مسجد ابن شدة الشيخ عبد الجليل الزيادي متجها إلى المسجد كعادته، لكن هذا اليوم لم يكن كأي يوم. الإمام الذي كان يملأ الأجواء بدعائه وذكره اختفى دون أي أثر. أين اختفى؟ من وراء هذا الاختفاء الغامض؟ وكيف انتهت القصة بجريمة هزت القلوب وأبكت الأعين؟ تحولت الحادثة إلى حديث الشارع البحريني، وبدأت خيوط القضية تتشابك بين مؤامرة، انتقام، وغدر على أرض طاهرة. تفاصيل صادمة وأحداث مليئة بالغموض والدماء تأخذنا إلى النهاية التي لم يتوقعها أحد. في هذا الفيديو من قناة عقارب الموت سنسير معكم على خطى المحققين لحل لغز القضية وكشف الحقيقة المروعة وراء عقاب الموت. فهل كان اختفاء الشيخ عبد الجليل مصادفة مأساوية، أم أن هناك قصة أعمق مخبأة خلف الظلال؟ لا تفوتوا لحظة من هذه القصة المليئة بالإثارة والتشويق. اشتركوا الآن في قناة عقارب الموت وفعلوا جرس التنبيهات لتبقوا على اطلاع بأقوى القصص الواقعية التي تكشف الجانب المظلم من الحياة. خرج عبد الجليل الزيادي وهو إمام مسجد يمني الجنسية من منزله الكائن في منطقة المحرق بمملكة البحرين، متجها نحو المسجد الذي يقوم عليه ويعمل به إماما منذ حوالي 15 عاما. صلى عبد الجليل صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد كما جرت العادة، وبعد ذهاب الجميع مكث عبد الجليل يسبح ويذكر الله في محرابه، حيث إن الإمام اليمني كان معتادا على اتباع السنة النبوية بالمكوث في المحراب، وذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يمضي في حال سبيله. عندما بدأت شمس صباح ذلك اليوم بالبزوغ وأخذت تشيع بألسنتها الذهبية على المنازل في منطقة المحرق، لم يكن عبد الجليل قد عاد إلى منزله بعد. بدأ القلق والارتياب ينتاب أفراد أسرته الذين راحوا يبحثون عنه بلهفة. لم يكن الشيخ عبد الجليل يرد على هاتفه النقال، ولم يظهر في دوام عمله كالمعتاد، ولم يعد لمنزله لتناول طعام الإفطار مع أسرته، ولم يكن له أي أثر في أي مكان، الأمر الذي دعا أسرته لإبلاغ الشرطة. وبدأوا هم أيضا حملتهم الخاصة للبحث عن والدهم. تعد دولة البحرين إحدى أصغر الدول العربية من حيث المساحة وعدد السكان، ولذلك فإن المجتمع البحريني يتمتع بترابط أفراده بشكل يميزه عن بقية المجتمعات العربية. ولم يكن من الغريب على الإطلاق أن ينتشر خبر اختفاء عبد الجليل في البحرين بسرعة انتشار النار في الهشيم، خصوصا عندما علم البحرينيون أن إمام المسجد اليمني يعول أسرة ضخمة مكونة من 10 أبناء. أدى الصدى الواسع الذي حظيت به قضية اختفاء إمام مسجد ابن شدة في منطقة المحرق إلى استنفار الأمن البحريني، الذي وجد نفسه يرضخ لضغط اجتماعي هائل لحلحلة هذه القضية وفك طلاسمها. كانت الشرطة تبذل جهودا كبيرة في البحث عن الشيخ عبد الجليل في جميع أنحاء البلاد، وفي الوقت ذاته كانوا يجرون بعض المقابلات مع عدد من المقربين من الإمام اليمني ليتبينوا ما إذا كان هناك شخص ما مهتما بالتخلص منه. وسرعان ما برز اسم مشتبه به رئيسي بعدما تكرر ذكره على لسان عدد من المقربين من عبد الجليل. من خلال تحرياتهم علم المحققون أن عبد الجليل وصل إلى البحرين مهاجرا من مدينة تعز اليمنية قبل حوالي 20 عاما، وسرعان ما استقر في منطقة المحرق، وقد اختار هذه المنطقة خصيصا لأن عددا من أقربائه يسكنون بها وساعدوه في بداية عهده بالبلاد للحصول على عمل ملائم وسكن يليق به. بعد حوالي 5 سنوات قضاها في البحرين، تم تعيين عبد الجليل إماما لمسجد ابن شدة بمنطقة المحرق، وقد لبث في تلك الوظيفة لمدة 15 عاما وظل فيها حتى يوم اختفائه. وخلال سنوات عمله الطوال شهد جميع مرتادي المسجد من أبناء المنطقة للشيخ عبد الجليل بحسن السيرة والسلوك والأخلاق الحميدة، على الرغم من شخصيته اللطيفة والمهذبة والتي استمدها من اتباعه تعاليم السنة النبوية الطاهرة. لم يكن الجميع يحب الشيخ عبد الجليل، حيث إن جل المقربين من الإمام اليمني تقريبا
كانوا على علم بأنه على خلاف حاد مع مؤذن المسجد، وهو شاب يحمل الجنسية البنغالية ويدعى كمال الدين. لم يكن كمال الدين مؤذن المسجد فقط، لكنه كان أيضا الحارس عليه، وكان من ضمن مهام عمله تنظيف المسجد والقيام عليه بكل ما تقتضيه الحاجة، فضلا عن القيام على مكتب الإمام التابع للمسجد. ولذلك فقد خصصت له الإدارة غرفة ملحقة بمسجد بن شدة، حيث يساعده ذلك في أن يكون قريبا من المسجد في أوقات رفع الأذان. لاحظ عبد الجليل أن كمال الدين كان يدعو عددا كبيرا من أصدقائه إلى هذه الغرفة، وكانوا يتسامرون ويتحدثون بصوت عال ناهيك عن صوت الضحكات والقهقه والمزاح المستمر. وكان ذلك الصوت بطبيعة الحال ينفذ إلى المسجد ويزعج المصلين والمتعبدين الذين يقصدون المسجد ابن شدة في غير أوقات الصلاة لينعموا ببعض السلام النفسي. حاول عبد الجليل إثناء كمال الدين عن تلك التصرفات عدة مرات، وفي كل مرة كان كمال الدين يعد الإمام بأن تلك التجاوزات لن تتكرر، إلا أن الإمام اليمني ظل يستقبل سيلا من شكاوى مرتادي المسجد بشأن الإزعاج الصادر من غرفة كمال الدين. بالإضافة إلى ذلك اكتشف عبد الجليل أن كمال الدين كان يتاجر في التأشيرات المزيفة، وقد تورط في بيع عدد من هذه الوثائق المزيفة لعدد من أبناء جلدته البنغاليين الذين قام بعضهم بالتقدم بالشكوى لعبد الجليل ذاته. بالنسبة لعبد الجليل كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير، فهو قد يتحمل تصرفات كمال الدين الصبيانية ويتغاضى عن شكاوى الإزعاج، لكن من المستحيل أن يقف مكتوف الأيدي بينما يعلم أن مؤذن المسجد يتخذ من وظيفته التي من المفترض أن تكون مقدسة إطارا لارتكاب عمليات مخالفة للقانون. نتيجة لذلك كتب عبد الجليل خطابا رسميا ووجهه إلى وزارة العدل البحرينية يشكو فيه من سلوكيات المؤذن وحارس المسجد كمال الدين وتصرفاته، منوها إلى أنه حاول إثناءه عن تلك التصرفات مرارا وتكرارا، لكن كمال الدين أبى إلا أن يستمر فيما يفعل. كان لذلك الخطاب وقعه وتأثيره على كمال الدين، إذ إن وزارة العدل البحرينية تعاملت مع شكوى الإمام بجدية واتخذت قرارها بفصل كمال الدين من وظيفته كمؤذن وحارس للمسجد، وأرسلت إليه إخطارا بمغادرة الغرفة التي خصصت له، بالإضافة إلى ضرورة تسليم عهدته والتي تضمنت مفاتيح المسجد والمكتب التابع له. كان كمال الدين يستشيط غضبا من عبد الجليل الذي رأى فيه السبب في كل المشاكل التي وقعت له مؤخرا، لكن وعلى الرغم من ذلك لم يرجح أحد ممن التقوا برجال الشرطة كون كمال الدين قد ألحق الأذى بعبد الجليل. فبعد كل شيء لا يزال الرجل مؤذنا وقد عمل مع عبد الجليل سنوات عدة، فضلا عن أنه لم يبدي أي مشاعر غضب تجاه عبد الجليل منذ أن صدر القرار. في تلك الأثناء كان البحث عن عبد الجليل لا يزال مستمرا على قدم وساق، وفي خضم عمليات البحث ورد اتصال مهم للشرطة سيساهم في إنهاء عملية البحث وإغلاق القضية بشكل كامل فيما بعد. أوضح المتصل الذي كان سائق شاحنة بأنه كان يقود شاحنته في منطقة مقفلة تدعى منطقة سكراب، وهي منطقة تعج بالقمامة ومخلفات السيارات وما إلى ذلك، عندما لاحظ وجود شخصين يقومان بعمل مريب ويلتفتان حولهما بكثرة. اقترب سائق الشاحنة من هذين الشخصين اللذين بدا أنهما مهتمان بالتخلص من بعض الأكياس البلاستيكية السوداء دون أن يلحظهما أحد، وسألهما في حينها عما كانا يفعلانه في تلك المنطقة، الأمر الذي زاد من ارتباكهما وقلقهما. كان الشابان لا يجيدان التحدث بالعربية بشكل دقيق، ولذلك استنتج الرجل أنهما من جنسية آسيوية، وقد بدت عليهما علامات الارتباك والتوتر، عندما رد أحدهما قائلا إنه يعمل في مسجد ابن شدة، وأنه وصديقه هذا قاما بسرقة بعض الكابلات من المسجد، ولكنهما شعرا بالذنب لسرقة المسجد وخشيا في الوقت ذاته من أن تقبض عليهما الشرطة. وعلى الرغم من هذه القصة لم يصدق سائق الشاحنة رواية الرجلين، ليس فقط لأنهما كانا متوترين للغاية وكان من الواضح أنهما قاما بفبركة تلك الرواية، بل أيضا لأن الأكياس البلاستيكية التي كانا يحاولان التخلص منها كانت تفوح منها رائحة كريهة. في تلك اللحظة اشتبه المحققون بأن هذه الأكياس قد تحتوي على جثة الإمام المختفي عبد الجليل، خصوصا بعد اكتشاف أن أحد العاملين الذين تم توقيفهما من قبل سائق الشاحنة كان كمال الدين المؤذن
الذي تمت الإشارة إليه أكثر من مرة أثناء سير التحقيقات. لكن للتأكد من ذلك كان على المحققين نقل بقية الجثة إلى المعمل الجنائي لتشريحها. كانت التعرف على ملامح الضحية مستحيلا بعد كمية التشوه الذي تعرضت له الجثة. أصدر المعمل الجنائي تقريره الذي أكد هوية الضحية، والذي بموجبه تم إعلان وفاة عبد الجليل الزيادي بشكل رسمي، وتم إخطار أسرته على الفور. أما كمال الدين فلم يكن يملك الكثير من الخيارات، فاعترافاته كانت بين أيدي المحققين، وجاءت التفاصيل مفصلة ومرعبة في الوقت ذاته. أوضح كمال الدين في اعترافه أنه كان يشعر بالحقد الشديد تجاه عبد الجليل الذي كان سببا في فصله من وظيفته بعد الخطاب الذي أرسله لوزارة العدل البحرينية، ولذلك فقد وضع كمال الدين خطة محكمة للانتقام من الإمام. قام بشراء سكين وساطور رخيص لهذا الغرض. وفي يوم الجريمة وبعدما غادر المسجد من بعد صلاة الفجر، قتل عبد الجليل بنفسه في محراب المسجد. وبينما كان عبد الجليل يستغفر ربه ويذكره، اقترب منه كمال الدين وأخبره أنه يعاني من مشكلة مع إحدى اللمبات الضوئية في المسجد، وأنه بحاجة إلى مساعدة عبد الجليل للوصول إليها. في تلك الأثناء كان كمال الدين بصدد إنهاء إجراءات إخلاء طرفه من الوظيفة كما أمرت وزارة العدل، لكنه كان لا يزال يمارس مهام عمله حتى آخر يوم، ولذلك لم يشك عبد الجليل إطلاقا في نواياه، وذهب معه لتفقد تلك اللمبة دون نقاش. انشغل عبد الجليل بتفقد الضوء عندما سل كمال الدين قضيبا حديديا كان قد أخفاه مسبقا في أرجاء المسجد، وهوى به على رأس عبد الجليل في لحظة غفلة منه، مما تسبب في سقوط الأخير فاقدا للوعي. لكن ذلك لم يثني كمال الدين عن الاستمرار في ضرب عبد الجليل على رأسه بالقضيب الحديدي. وعلى الرغم من وقع الضربات القوية على رأسه والتي تسببت في بركة من الدماء على سجادة المسجد، كان عبد الجليل لا يزال يتنفس بعد كل ذلك، ولذلك أحضر كمال الدين سكينا وشق بطن الإمام بطولها، مما أدى إلى وفاته على الفور. بعد ذلك جر كمال الدين جثة الإمام من المسجد إلى مصلى النساء، ومنه إلى دورات المياه، وهناك بدأ تقطيع الجثمان، حيث قطع الجثة إلى نصفين من منطقة البطن، ثم فصل القدمين من منطقة الفخذ، وكذلك فعل بالذراعين والرأس. بعد أن أتم تقطيع الجثة، وضع كمال الدين أجزاءها في أكياس القمامة السوداء التي حضرها مسبقا، وأحكم إغلاق تلك الأكياس بشريط لاصق. وفي النهاية وضع الأكياس في برميل كبير، ووضع البرميل في مكتب الإمام التابع للمسجد، ولم ينس أن يشغل مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة كي لا تتعفن الجثة وتنتشر رائحتها في المسجد. بعد ذلك قام كمال الدين بتنظيف المسجد بشكل دقيق، وعمل على إخفاء كافة آثار الجريمة. وعندما لاحظ أن موعد أذان الظهر قد اقترب، اغتسل جيدا وأذن الظهر، واعتذر للمصلين عن غياب إمام المسجد، ولذلك فقد صلاهم بنية الإمام بعد بضع ساعات فقط من إنهاء حياته. بقيت جثة الإمام في مكتب المسجد لمدة يوم كامل. وفي اليوم التالي طلب كمال الدين من أحد أصدقائه المساعدة في التخلص من الجثة في منطقة سكراب المهجورة. وقد أسر كمال الدين لصديقه بمحتويات الأكياس السوداء، لكن الرجل لم يمنع نفسه من مساعدة صديقه. وكما هو معلوم، تم إلقاء القبض على كمال الدين وصديقه بينما كانا يحاولان التخلص من الجثة. ومع وجود هذه الاعترافات التفصيلية، لم يكن من الصعب على المحكمة إدانة كمال الدين بتهمة القتل العمد، والتي تلقى بموجبها حكما بالإعدام رميا بالرصاص. وقد تم تنفيذ الحكم بحقه في 27 من يوليو عام 2019، على الرغم من أن السلطات البحرينية استطاعت حل هذه القضية في فترة قياسية. فقد هزت هذه الحادثة الغريبة والفريدة من نوعها أركان المجتمع البحريني الذي تعاطف بشكل كبير مع الضحية وأسرته. ولذلك فقد حظي عبد الجليل بجنازة مهيبة وكبيرة شارك فيها المئات من أبناء المجتمع البحريني الذين أظهروا تضامنهم ودعمهم لأسرته. شكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدين الأعزاء على أمل اللقاء في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة. أصدقاء قناة عقارب الموت، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. موعدنا غدا، في أمان الله.